السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل همبرجر، حاجة كده بسيطة واقتصادية وطعمها خطير خطير خطير، مش هقول لكم. هنشوف هنعمله ازاي مع بعض بحاجات موجودة في البيت عندك، مش محتاجة انك تطلعي برا وتجيبي ودوشة والكلام ده، وهتعجب اولادك جدا جدا جدا. حاجة اقتصادية، مش هقولك قد ايه هي جميلة، ولا هنحتاج لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة خالص. يلا بينا مع بعض في مطبخ اتعلمي واعملي بايدك، نشوف هنعملها ازاي. لو عجبتكم قناتي اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير. انا منى، يلا بينا مع بعض. عندنا هنا كوبايه عدس بجبه. سمعتوها صح، كوبايه عدس بجبه. بس شايفين هو سخن ازاي؟ ليه؟ انا سلقته لغايه ما بقاش فيه ميه كده خالص واستوى خالص بقى، يعني بصوا اهو خلاص. طيب عندنا هنا معلقه توم مفروم مع شويه جنزبيل، عندنا كمان بصل مفروم على فلفل، وعندنا بقى كوبايه دقيق، توابل بتاعه الكفته لو مش عندك خلاص، بس هي بتدي طعم جميل. عندنا هنا كمان بقدونس مفروم ناعم، هنا عندنا دي بابريكا ودي كركم، معلقه كركم صغيره، كل ده بقى معالق صغيره، كمون، كزبره، شطه سوداني، وعندنا هنا بودره بصل وبودره ثوم، واخدين بالكم؟ ودول شويه بيكنج باودر، شويه صغيرين زي ربع معلقه. تمام، هنبدا مع بعض ونشوف هنعمل ايه. عندنا هنا البقدونس مفروم، هنحط عليه البصل والفلفل اللي احنا فرمينهم. تفرميهم ناعم يعني، بس مش ناعم قوي ينزلوا ميتهم، لا يعني يبقوا مفرومين ناعم يعني. عندنا هنا معلقه الثوم بالجنزبيل هناخدها، وعندنا هنا العدس هناخده هنحطه. دي كوبايه عدس على فكره، بتعادل زي مثلا زي 8 كيلو وشويه، اقل من ربع كيلو شويه صغيرين. هنقلب بس الحاجات دي الاول كده مع بعضيها. هنقلب الموضوع ده كله مع بعضه كده، كل الخضروات دي. تمام، هنحط التوابل اللي احنا محضرينها اهي كلها. الملح طبعا، ملح ده حسب الذوق، شوفوا انتوا عايزين حادقه شويه خفيفه الملح يعني براحتكم. خلطه الكفته، توابل الكفته. تمام، هنقلب برضو، يعني كل ما نحط حاجه نقلبها بس علشان يبقى كله متداخل مع بعض. شايفين هو بيتهرس ازاي؟ ليه؟ هو مستوي على الاخر خلاص. عندنا هنا بقى الدقيق، دي كوبايه دقيق. خلاص احنا مش هناخدها كلها، هناخد منها ونسيب شويه كده عشان لو ما احتاجناش يبقى خلاص. يعني الدقيق ده حسب ما تربطي العجينه بتاعتك. شويه الدقيق بتوعنا، كأنك بتعجني عجينة بالظبط كده. خلاص انا عجنتها ونقلتها بقى في طبق تاني عشان يبقى شكلها كده حلو. شايفين عجينة، بس مجرد انك تعجنيها كويس. هنروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعملها ازاي. احنا كده على النار، عندنا شوية زيت، شايفين مش كتير، عندنا شوية زيت. بتدهني ايدك كأنك بتعملي كفتة بالظبط، وبتاخدوا شوية على قد ما انت عايزه القرص بقى، عايزه تخين عايزه رفيع، انت حر. وتعملي تكوريه وتبتدي تفرديه كده اهي. شايفه؟ نفرده عادي، بيتفرد معاكي زي الفل. وتبتدي تقليه واحده كمان.
اهم حاجه ايديني ايدك بالزيت، اهم حاجه زي الكفته بالظبط اللي هي ام رز اهو. وتحطي تعجبك قوي قوي قوي، طعمها في منتهى الجمال واقتصاديه جدا جدا، يعني مش هقولك مش هتكلفك حاجه، كل الحاجه موجوده عندك في البيت. تجيبي بس العدس من بره 8 كيلو، املي كوبايه بس واتفرجي على منظره وشكله وطعمها مش هقولك، وبتقضي كتير بصراحه. تنفع عشاء غدا وساعات فطار يعني، وبعدين مغذيه للاطفال. شايفه الجمال اهو كمان اللي انا عملتها، بصوا شايفين الحلاوه من جوه ومنتهى الجمال. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب، الاشتراك يعني. واتمنى اكون بقدر افيدكم واعمل لكم حاجات تقدروا ان انتوا يعني ما تتكلفوش فيها كتير، على قد الايد كده يعني. تقدري بقى تحطيها تعملي جنبها سلطه الزبادي اللي انا هعملها لكم بعد شويه يعني، بس بطريقتي انا. شايفين الحلاوه؟ ايه رايكم؟ شايفين الجمال؟ في منتهى الجمال والله، حلوه قوي 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 قوي. اهو نورتكم النور. شايفين؟ ما تعليش بس النار عليها قوي، علشان ايه؟ اولا ما تتحرقش منك، ثانيا انها تكمل السوا بتاعها، عشان انت عارفه ان فيها دقيق. هخلص بقى الكميه اهي وارجع لكم تاني ونشوف هنقدمها مع بعض ازاي. انا خلصت القليه، دلوقتي هنعمل سلطه الزبادي بطريقه جميله جدا جدا وطعم خرافه بصراحه، هيعجبكم جدا 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 وهتحبيه جنب الاكله دي. عندنا هنا خيار توم الاول، ادي توم اهو يعني زي فصين كده، تمام. عندنا خياره صغيره اهي، تحطي كله في الخلاط. خياره، عندنا بقدونس وشبت وشويه كزبره اهم، بقيه الخضار. عندنا هنا التوابل، عندنا دهن نعناع ناشف اهو، ولو عندك صابح يعني يشتغل مفيش مشكله. ملح، شويه سماق وشويه كمون، تمام، هنحطهم برضو. هنيجي بقى هنا عندنا ده زبادي او لبن او روب زي ما اي حد بيقول بقى، على حسب البلد اللي انت قاعده فيها. هنحط هنا 3 معالق كبار او 3 علب زبادي، يعني سواء كده او كده. هنحط بس شويه ميه، خلاص شويه ميه صغيرين زي تلت كوبايه كده. هنقفل ونبتدي. كده ضربناهم خلاص. هنجيب الطبق اللي انا هقدمه فيه وتبتدي تحطيه اهو. هو بيبقى سايب شويه بس بيرجع بعد كده على فكره بيتقل، بيبقى جميل جدا وطعمه في منتهى الجمال. في منتهى الجمال، كلمه في منتهى الجمال دي قليله والله. هنحط عليها بس ايه بقدونسيه كده اهو. هنجيب بقى اللي احنا حمرناه الهمبرجر بتاعنا الخطير ونبتدي نحطه. شايفين انا عامله واحده كبيره يعني، اللي يعجبكم بقى المقاس اللي انتوا تحبوه وتحسوا ان انتوا عايزينه يعني اهو. شايفين الجمال والحلاوه؟ رايكم؟ في منتهى الجمال والله العظيم، حاجه زي الفل.
قمر قمر. كلمة قمر دي قليلة والله. بصوا شايفين الجمالها، بصوا الحلاوة من جوه، يا سلام يا سلام والله العظيم، طعمه في منتهى الجمال وقرمشة مش هقول لكم. حط كده وتبتدوا تاكلوا. مش عايزة بقى اقول لكم قد ايه هو جميل وقد ايه هو اقتصادي وظريف، وتقدري تعمليه ويقضي عشيرة، يعني مش عيلة صغيرة، لا هيقضي ناس كتير. على فكرة ده مش كله اهو، ده بقيته شايفين، بس انا عشان تصوير والحبشتكنات كده. اول مره تشوفوا قناتي بقى واول مره تخشوا قناتي، اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا شير. والناس اللي اول مره يخشوا عندي اهلا وسهلا بيكم وشكرا على المشاهده بتاعتكم. والناس اللي عندي ومتابعيني ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا ولا من متابعتكم ليا، ويا رب اكون بقدر افيدكم. مع الف سلامه وشكرا على المشاهده. سلام.